أسماء كانت قاعدة قدام الفرن، ريحة العيش المخبوز مالية المكان، وهي باين عليها التعب لأنها كانت حامل في آخر شهورها، بطنها تقيلة عليها، لكن كانت مبسوطة جدا إن هي قربت تخلص، وكانت بتشتغل في بيت العيلة من قلبها وبتقول في نفسها: الحمد لله يا رب إني خلصت، حمدي زمانه جاي، عايزة أخلص بسرعة قبل ما يجي علشان أقوم أجهز الأكل وآخد دش وأغير هدومي علشان ما يجيش يشوفني بالمنظر ده. ملحقتش تكمل كلامها، الباب اتفتح بعنف ودخلت سلفتها نعمة ومعاها أخت جوزها فايزة، عيونهم فيها نار والخبث مالي وشوشهم. نعمة قالت بصوت عالي وهي بتبصلها من فوق لتحت: ايه ده يا ست أسماء؟ لحد دلوقتي بتخبزي شوية العيش ومبهدلة نفسك كده ليه؟ ايه القرف اللي انتي عاملاه ده؟ قومي يا اختي، ده احنا جايينلك بخبر حلو قوي هيفرح قلبك وهيريحك. أسماء حاولت تمسك نفسها، قامت بالعافية وهي ماسكة ظهرها: هو في ايه؟ وخبر ايه اللي بتتكلمي عليه يا نعمة؟ فايزة ضحكت وقالت بسخرية: ما هو يا اختي مشكلتك انك شغالة ما بتعمليش حاجة غير الشغل، وبتهدي نفسك ومنظرك بقى معفن، وتخنتي وبطنك دلدلت، ومش فالحة غير انك تعجني وتخبزي وتعملي الاكل وتروقي البيت، هو ده اللي انتي فالحة فيه. أسماء عضت على شفايفها، عارفة انهم جايين يحرقوا دمها كالعادة، وانهم ناويين على نية مش كويسة. قالت بصوت هادي وحاولت انها تكون هادية: لو في حاجة قولوها، ما تلفوش وتدوروا، احنا يا اختي ما نقدرش نقول ولا نتكلم، جوزك هو اللي هيقولك ايه اللي حصل، بدل ما تقولي ان احنا بنوقع الدنيا في بعضها، احنا بس والله زعلنا وجينا علشان نتفرج على اللي هيحصل. فجأة وهما بيتكلموا الباب اتفتح وظهر حمدي جوز أسماء، كان ماشي بخطوات تقيلة، وشه مكشر، ملامحه مليانة غضب. أسماء أول ما شافته قلبها وجعها وقالت بسرعة: حمدي مالك؟ في ايه؟ وشك متغير كده ليه؟ وقف قدامها وحط ايديه في جيبه وقال: انتي فاكرة نفسك مين في البيت ده علشان تعلي صوتك فيه؟ انا مراتك يا حمدي، وام ابنك اللي جاي في السكة. مراتي؟ لا يا ستي، انتي كنتي خدامة في البيت ده، وانا كنت سايبك من باب الشفقة مش اكتر، بس انتي ما ينفعش تكوني مراتي. الكلمة دي نزلت على قلب أسماء زي السهم اللي رشق جوه قلبها، وما كانتش قادرة تصدق اللي هو بيقوله لها. دموعها نزلت من عينيها وهي بتحاول تمسك نفسها وتقول: يعني بعد كل اللي عملته معاك والمعاناة اللي أنا عانيتها واللي أنا استحملته في بيتكم، جاي تقولي دلوقتي إن أنا مجرد خدامة؟ بعد العشرة دي وكل السنين اللي أنا استنيتك فيها لحد ما كونت نفسك، جاي دلوقتي وتقولي إني خدامة؟ ده انت يا راجل عمرك ما جبتلي عباية ألبسها ولا قلتلي حتى كلمة حلوة، وانا مستحملة وبقول ادي شغال وشقيان، وانا مش هتقل عليه، مش هبقى انا والزمن، بعد كل ده جاي تقولي كده؟ فايزة اتدخلت وقالت: خدامة فعلا، والخدامة ما ينفعش تفضل على ذمتك اكتر من كده، ولا في بيتك اصلا، انت استحملتها كتير يا حمدي، وهي ولا من توبك ولا من مقامك يا سيلفي. أسماء اتلفتت ليهم وقالت بصوت عالي: هو انتوا عملتوا عليا رباطية وعايزين تخربوا بيتي اكتر ما هو مخروب؟ لكن حمدي قطع كلامها بصوت مليان قسوة: البيت ده بيتي انا، وانتي خلاص ملكيش مكان فيه، انا عايز واحدة ست تدلعني، مش واحدة دايما ريحتها عرق، مش فالحة غير تكنس وتطبخ وتعجن وتخبز. أسماء وقفت مذهولة وصرخت: يعني كل اللي انا بعمله ده مش عاجبك؟ وبتعمل معايا كده وانا على وش ولادة؟ يا راجل اتقي الله، وانا مالي بحملك، روح انتي واللي في بطنك، انا مش عايزكم، انا خلاص نويت اتجوز عليكي. أسماء حست الارض بتتهز تحتها وهي بتترعش وبتقول: تتجوز مين؟ احمد اخويا الصغير خطب بنت عمي، وانا هتجوز نورة بنت عمي الكبيرة، يلا بقى زيتنا في دقيقنا. نورة بنت عمك اللي كنت بتقولي انها زي اختك؟ ايوه، دي اللي تستاهل تكون مراتي، وهتعرف تدلعني وتعمل لي كل اللي انا عايزه، مش واحده زيك. انت نسيت مين اللي وقفت جنبك وانت ما كنتش لاقي رغيف العيش الحاف؟ نسيت كل اللي انت فيه ده بفضل ايه؟ بفضل الذهب اللي اديتهولك، اللي كان ورثي من بيت ابويا، وخليتك فتحت بيه مشروع وبقيت حمدي اللي كل الناس بتحكي عنه. هو انت كنت كده اصلا؟ كفايه تمثيل يا اسماء، انت خلاص راحت عليكي، وبالنسبه لشويه الفلوس بتوعك هبقى ارميهم لك في وشك، بس لما يبقى معايا سيوله. يلا بقى اتكلي على الله، يلا يا نعمه انت وفايزه ارموها بره البيت علشان لما ادخل ستها يبقى البيت نظيف. فايزه مسكتها من دراعها بعنف، ونعمه سحبتها من الدراع التاني،
أسماء كانت بتقاوم وبتصرخ: سيبوني، أنا مش خارجة من البيت ده، البيت ده بيتي، حرام عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حمدي، منك لله انت واختك ومرات اخوك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ظلمة. حمدي كان بيزعق فيهم جامد وقال: اخرجي بره قبل ما اخرجك بالعافية، انت مالكيش مكان هنا. أسماء وقعت على الأرض ونظراتها كلها تعب ووجع. ربنا كبير يا حمدي، وهو أحسن من الكل، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، منك لله يا شيخ. ما تقلقيش، ربنا مش هيسمع منك، هو انت الشيخة الخضرة؟ يلا يا اختي غوري. اترمت بره البيت وبطنها تقيلة عليها والهوا كان بارد جدا عليها. كانت ماسكة ظهرها بإيد وبتحاول تقوم من على الأرض ودموعها بتنزل من غير صوت. صوتهم جوه البيت كان مالي المكان وصوت ضحكتهم كانت بتقطع في قلبها. وقفت بصعوبة وبصت للسما وقالت بصوت واطي: يا رب، انت شايف انا اتظلمت قد ايه، ومليش غيرك يا رب، ما تسيبنيش واحفظ لي ابني اللي لسه ما جاش على الدنيا، يا حافظ يا مجيب، يا رحمن يا رحيم، يا جبار هاتلي حقي من الجبابرة دول. في اللحظة دي الباب اتقفل بعنف والجيران كانوا بيتفرجوا من بعيد عليها وكانوا بيبصوا لها بشفقة وهي صعبانة عليهم جدا. أسماء مسحت دموعها بإيديها وقالت: النهاردة انتوا رميتوني بره لأنكم أقوى مني، بس بكرة ربنا هيجيب لي حقي وهتكونوا من غير مأوى زي ما خلتوني دلوقتي. ربنا على المفتري وابن الحرام، وقادر يدي الملك لمن يشاء وينزع الملك من يشاء. يا رب ذلهم، يا رب ذلهم زي ما ذلوني، حسبي الله ونعم الوكيل. وبعد كده مشيت في طريقها وكانت بتغلي من القهر والنار بتاكل في قلبها، لكن كبريائها ما اتكسرش لأنها رجعت لربنا، ما تعشمتش بعبد. في الوقت ده وهي ماشية في الشارع سمعت صوت عربية كارو بتقرب منها والعجل بيغرز في الطين. بصت لقت راجل كبير دقنه بيضة لابس جلابية رمادي. السلام عليكم يا بنتي، انتي ماشية لوحدك في الطريق ده ليه؟ الطريق ده خطر عليكي قوي، كنت رايحة عند ناس قرايبنا. قرايبك فين؟ الطريق ده ما فيهوش بيوت غير بعد 10 كيلو. انت شكلك تعبانة يا بنتي، مالك؟ جوزي يا عمي، جوزي طردني من البيت دلوقتي علشان هيتجوز عليا، وانا خلاص في اول التاسع على وش ولادة. هو ايه قلة الادب دي؟ ده ما عندوش نخوة ولا مروءة، ازاي يطردك في عز الليل كده ويتجوز عليكي؟ ده انت ما شاء الله عليكي يا بنتي، باين عليكي كويسة ومحترمة. اخته ومرات اخوه لعبوا في دماغه وقوموه عليا، قالوا له اني ماليش لازمة وانه لازم يتجوز بنت عمه لاني في البيت زي الخدامة، ما ينفعش اكون مراته، وعملوا عليا رباطية ورموني بره. لا حول ولا قوة الا بالله، الناس مبقاش في قلوبها رحمة يا بنتي. انا حتى ملحقتش اخد هدومي، طلعت وانا بخبز العيش، لا معايا اكل ولا معايا فلوس ولا عندي مكان اروحه. انا خدت نصيبي من بيت اهلي واديتهوله علشان يتاجر بيه، واخرتها عمل معايا كده، منه لله. اركبي يا بنتي، تعالي معايا، انا عايش انا ومراتي في بيت صغير كده على قدنا، وهي ست كويسة ومحترمة، قلبها ابيض من اللبن الحليب، والصبح بقى ربنا يسهلها، وقتها تعرفي انتي هتروحي فين وهتعملي ايه في حياتك، بس سيبيها على ربنا وتعالي معايا. اسماء كانت خايفة من جواها لانها ما تعرفوش قوي. لا مش عايزة اتقل عليك يا عم الحاج، انا خلاص هقعد في اي مكان لحد ما نهار ربنا يطلع واروح لاختي الكبيرة اسكندرية. ما تقوليش كده، ربنا بعتني هنا علشان خاطرك انتي والله. طب تعرفي ان كل يوم بمشي من الطريق الغربي والنهاردة جيت من ناحية الشرق، سبحان الله. يلا يا بنتي اركبي بقى بسرعة، ما ينفعش تقولي لعمك صابر لا. أسماء بصت له بتردد وهي بتعيط ودموعها مش عايزة توقف. ركبت العربية وابتدت تطمن لعم صابر. جزاك الله خير يا عم صابر، إن شاء الله ربنا يعوضك خير، واللي ظلمك ربنا هو اللي هيجيب لك حقك منه وهيرزقك رزق حلال، وهتكوني في أحسن حال وفي أحسن عيشة علشان انتي ما عملتيش حاجة وحشة. العربية كانت ماشية وسط الطريق والليل كان مالي الدنيا، وأسماء بتبص لورا على بيتها من بعيد وبتقول في سرها: هيجيلك يوم يا حمدي وأنا مستنياه، عايزة أشوفك بعيني وأنت مذلول، منك لله وحسبي الله ونعم الوكيل فيك، ويا رب يا فايزة اللي انتي عملتيه فيا يتعمل فيكي، وانتي يا نعمة تعيشي عمرك كله ما تلاقي الراحة أبدا. بعد دقايق العربية وقفت قدام بيت ريفي بسيط على أطراف البلد، بيت قديم لكن ريحته دفى والنور طالع من القنديل الصغير في الشباك. صابر نزل وهو بينادي:
يا ام حسان افتحي يا ولية، انا جيت وجايب لك ضيفة معايا. صوت الست من جوه وهي مستغربة جدا. ضيفة في الوقت ده يا صابر؟ مين اللي يجي بالليل كده؟ اتفتح الباب. ست كبيرة خرجت في ال60 تقريبا من عمرها ووشها منور. بصت لأسماء باستغراب وهي مستغربة حالها وهدومها المبهدلة وبطنها اللي قدامها شبرين ووشها المصفر وباين عليه التعب. يا ستير يا رب، مالها؟ ايه اللي حصل لها يا صابر؟ لقيتها فين يا اخويا؟ دي بنت غلبانة يا ام حسان، لقيتها في نص الطريق، كانت قريبة كده من الجامع، مش عارفة تروح فين. قلت ما يصحش اسيبها لوحدها خصوصا وهي حامل كده. يا حبيبتي يا بنتي، تعالي جوه، تعالي يا بنتي، الدنيا برد ووشك اصفر زي الليمونة. متشكرة يا خالة، والله ما كنتش عايزة اتقل عليكم ابدا. تقل ايه بس يا بنتي، ابدا. يلا ادخلي جوه وانا هحضر لكم لقمة على طول علشان تاكلوها. تعالي يا حبيبتي ادخلي. دخلت جوه. البيت بسيط لكنه نظيف، ريحة الشاي والعيش البلدي مالية المكان. ام حسان جابت كرسي وقعدتها. كان عندها فضول علشان تعرف هو ايه اللي حصل معاها بالظبط، لكن صابر أمن مكانه وطلع بره. انا رايح افك الكرو يا ام حسان، وانتي شوفي البنت دي محتاجة ايه، شكلها ما كانتش حاجة من الصبح، اكليها هي وانا اما اجي باكل اي لقمة. هو جوزك فين يا بنتي؟ وليه عمل فيكي كده؟ فهميني يا حبيبتي. جوزي يا خالة هو اللي رماني. جوزك؟ معقول؟ ايه القسوة دي؟ انا كنت بخدمه وبخدم اهله، اخته وسلايفي شغلوني في البيت كأني خدامة، كنت بخبز العيش وبنضف وبغسل وهم كانوا قاعدين يضحكوا. والنهاردة كنت مخلصة الشغل في البيت كله، كنت بخبز العيش، قالولي ان حمدي هيتجوز بنت عمه وان انا مكاني خلاص بقى بره، طردوني وانا حامل. يا قلبي عليكي يا بنتي، ده اللي يعمل عاملة زي دي ما بيخافش ربه ابدا. وانتي ما عندكيش اهل ترجعي لهم يا ضنايا؟ ماليش حد يا خالة، امي وابويا ماتوا من زمان واخواتي الدنيا لهتهم، وانا اخدت نصيبي في بيت ابويا، يعني ماليش عين اروح واقعد عند حد. كنت هروح لاختي الكبيرة في اسكندرية. خلاص يا بنتي، من النهاردة البيت ده بيتك، وانا والله قلبي اتفتح لك واعتبرتك بنتي. لو حد حاول يقرب منك او يضايقك احنا اللي هنقف في وشه. وما تقلقيش، حقك متشال عند ربنا وهو القادر على كل شيء يا حبيبتي. ربنا يخليكي ليا يا خالة، انا كنت فاكرة الدنيا مليانة ناس وحشة، بس لما شفتك عرفت ان الدنيا لسه بخير. احنا هنا اهل، وبعدين انا نفسي ما خلفتش بنات، يمكن ربنا بعتك عوض ليا. رجع صابر وهو بيخلع جلابيته القديمة وبيقعد على الكرسي. خلاص يا ام حسان، البهايم مربوطة والليل دخل علينا، شوفي للبنت مكان تبات فيه. هتبات في الأوضة اللي كانت بتاعة المرحومة أمي، سريرها واسع كده وأوضة حلوة وشرحة وبرحة. والله ما عارفة أقول لكم إيه، بس أنا مش هنسى وقفتكم معايا أبدا طول عمري. يا بنتي اللي بيعمل خير ما بيستناش شكر، هو احنا هنقابل ربنا بإيه غير بالعمل الصالح؟ نامي دلوقتي يا حبيبتي، وبكرة الصبح نشوف هنطبخلك إيه. نامي وانتي مطمنة، محدش هنا هيأذيكي ولا في حد هيقولك كلمة ممكن تزعلك أو تهينك. أسماء بصت لأم حسان بعين كلها امتنان، أول مرة من زمان تحس إن في راحة وأمان كده، وإن بكرة ممكن يبقى أحسن. الحمد لله يا رب، يمكن لسه في خير في الدنيا. أسماء اتغطت بالملاية وبتبتسم وهي خلاص رايحة في النوم. تاني يوم الصبح ضوء دخل من شباك الأوضة الصغيرة اللي كانت فيها أسماء. كانت نايمة على سرير خشب بسيط، الست أم حسان كانت واقفة جنبها ماسكة كوباية لبن دافي، صوتها ناعم وحنون وهي بتقول: اصحي يا بنتي اشربي اللبن ده، انتي محتاجة تغذية، وشك باين عليه التعب يا عيوني. أسماء فتحت عينيها بالعافية، بصت حواليها بارتباك كأنها لسه مش مصدقة اللي حصل من امبارح. أنا آسفة يا خالتي، تعبتكم معايا، أنا كنت همشي أول ما النهار يطلع، بس والله من تعبي رحت في النوم. قربت منها أم حسان بسرعة، حطت إيديها على كتفها وقالت: عيب يا بنتي تقولي كده، ده بيتك يا روحي، ما ينفعش اللي انتي بتقوليه ده، احنا خلاص بقينا أهلك. أسماء دموعها نزلت غصب عنها، مسحتها وهي بتقول: اللي اتعمل فيا ما يتعملش في كلبي يا خالتي، أنا كنت فاكرة إن جوزي هيكون سندي، طلع هو اللي كسر ظهري ورماني بره. دخل صبر وهو ماسك عصايته: صباح الخير على أحلى ستات في الدنيا كلها، صباح الخير يا أم حسان، صباح الخير يا أسماء يا بنتي. أم حسان ردت عليه وهي بتناوله الكوباية: الحمد لله يا أخويا كويسين، صباح النور، تعالى شوفها بقى علشان مش عايزة تشرب اللبن ومطلعة عيني معاها. قعد صابر جنب أسماء وقال بلطف: بصي يا أسماء يا بنتي، ما تزعليش نفسك خالص،
ولا تضايقي نفسك، واعتبري كل حاجة حصلت ما حصلتش، واعتبري مفيش حاجة حصلت، وكل حاجة حصلت ارميها ورا ظهرك اكنها ما حصلتش. وما تقلقيش، ربنا ما بينساش عبيده. يمكن كان في شر كبير في البيت ده وهو بعدك عنه. خلي بالك من نفسك ومن اللي في بطنك، هو حياتك كلها دلوقتي. فعلا يا عم صابر، عندك حق، ربنا يجازيك على كل حاجة بتعملها. أنا خلاص مش عايزة أسمع سيرته تاني، ولا عايزة أفتكر أي حاجة عنهم. بس تعرف، أنا كنت فاكرة إن كل الناس وحشين. بعد ما شفتك أنت وخالتي أم حسان اتأكدت إن الدنيا لسه بخير. ضحكت أم حسان: الدنيا لسه فيها خير يا بنتي، مش كل الناس زي بعضها. وبعدين اعتبري نفسك في بيتك، مفيش فرق بينا أبدا. الكلمة دي كسرت في أسماء حاجة كبيرة قوي. فضلت ساكتة لحظة وبعدين عيطت: ربنا يبارك فيكم يا خالتي، أنا كنت خلاص فقدت طعم الأمان، بس وجودكم رجعلي النفس اللي جوايا. عدى يوم ورا يوم، وأسماء بدأت تساعد أم حسان في شغل البيت على قد ما تقدر رغم تعبها. كانت بتعجن وتكنس وتضحك شوية، لكن ساعات كتير بتقف تبص من الشباك وتسرح، دموعها بتنزل من غير صوت. وفي ليلة بعد المغرب وهي قاعدة مع أم حسان حست بوجع شديد في بطنها. صرخت بأعلى صوتها وقالت: يا خالتي، بطني بتتقطع، حاسة إني بولد يا خالة. قامت أم حسان تجري على جوزها وهي بتزعق بخوف: يا صابر، قوم يا راجل، البت هتولد، الحق هات الداية بسرعة. يا ستير يا رب، استني يا بنتي، كله هيعدي، خدي نفسك بس، جاية على طول. الدنيا اتقلبت في البيت، صوت الدعاء والعياط مالي المكان. الداية جت بعد شوية. ما تخافيش يا بنتي، دي ساعة وهتعدي، خليكي قوية وربنا يسهلها عليك يا ضنايا. أسماء كانت بتصرخ من الألم وبتردد: يا رب، يا رب قويني، أنا ماليش غيرك يا رب. أم حسان كانت ماسكة إيديها: ربنا معاكي يا بنتي، ما تخافيش، انتي قوية وهتعدي إن شاء الله. صوت عياط المولودة ملى المكان فجأة. الداية قالت وهي مبتسمة: مبروك يا ضنايا، جبتي بنوتة زي القمر، ما شاء الله عليها. انهارت أسماء في حضن أم حسان ودموعها نازلة من الفرح والخوف. يا روحي، دي هتبقى عزوتي وسندي في الدنيا، هسميها جود علشان ربنا جاد عليا بيها بعد كل اللي شفته. اسمها حلو قوي زيها، ربنا يبارك فيها ويخليها لك يا بنتي، واعتبريها بنتنا كلنا، هنربيها كلنا سوا. ابتسم صابر وهو بيبص للبنت: سبحان من خلق فأبدع. شفتي يا بنتي ربك عادل ازاي؟ بعد ما الناس رموكي هو بعتلك حياة جديدة بين ايديكي. ايوه يا عم صابر، انا كنت فاكرة ان حياتي خلصت، لكن دلوقتي حاسة ان ربنا كاتب لي بداية جديدة، انا وبنتي وربنا معانا. ام حسان حضنتها وقالت: واحنا معاكي يا بنتي، وربنا هيعوضك خير عن كل دمعة نزلت منك. البنت الصغيرة بدأت تعيط. لسه في حياة ولسه في أمل. أما في بيت حمدي كانت الليلة غريبة جدا ومختلفة. الكل كان فرحان بجواز حمدي من بنت عمه نورة، واللي كانت لابسة فستان غالي ومتبرجة بشكل واضح. ضحكتها عالية، صوتها مزعج، لكن كل الناس بيحاولوا يجاملوها. نعمة أخته كانت بتجري بين الناس وهي مبتسمة، لكن في عينيها خبث واضح. قالت لأمها وهي بتوزع الشربات: الحمد لله يما، أخويا خلاص اتجوز واحدة من مقامه، مش واحدة نبقى مكسوفين ناخدها معانا في أي حتة. عندك حق يا بنتي يا نعمة، ما هو الراجل لازم يعيش، ودي بنت عمه أصلا من لحمه ودمه. أسماء دي كانت غلطة ولازم تتنسي خلاص. الكل كان بيضحك إلا حمدي اللي كان واقف في نص الصالة وعيونه تايهة، شايف نورة قدامه وهي بتضحك وبتتكلم بعفوية زيادة. حس بخنقة مش مفهومة. صاحبه ضربه على كتفه وقال وهو بيهزر: مالك يا عريس، شكلك مش مبسوط. مبسوط يا سيدي، بس تعبان شوية من التحضيرات. تعبان من الفرح ولا من العروسة؟ دي شكلها مولعة نار يا راجل. حمدي ضحك ضحكة مجاملة، لكن جواه وجع غريب وهو بيقول له: احترم نفسك ياض، دي مراتي. خلاص يا اخويا ما تزقش، هو انا اتكلمت؟ عدت ايام قليلة بعد الفرح. حمدي واخته ومرات اخوه كانوا فاكرين في الاول انهم كسبوا الدنيا وما فيها لما طلعوا اسماء من البيت، وان كده حياته هتبقى احسن. وحمدي كان بيدور على حد يدلعه، وكانت نورة فعلا عاملة كده. طول الوقت كلام معسول طول فترة اجازة حمدي، لكن بعد اسبوع بدأت الطباع الحقيقية تظهر. في يوم وهو راجع من الشغل تعبان، دخل البيت لقى مراته قاعدة على الكنبة ماسكة الفون وبتضحك بصوت عالي: يا نورة، قومي جهزي الأكل، أنا جاي من الشغل مهدود وتعبان، يلا بسرعة مش قادر. بصت له بنص عين وقالت: يا سلام يا أخويا، هو أنت جايبني خدامة عندك ولا إيه؟
طلع الاكل من التلاجة وسخن لنفسك يا سبع الرجال. حمدي وقف مصدوم ومش عارف هي ازاي بتقوله كده. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا نورة؟ انا راجل بشتغل 12 ساعة وجاي تعبان، المفروض اجي بيتي الاقيكي قاعدة مستنياني وعامله لي لقمة حلوة زي خلق الله. هو في ايه؟ نورة قامت من مكانها وهي بتصرخ. ما تعليش صوتك عليا يا حمدي، انا مش زي اللي كنت متجوزها، دي كانت ساكتة وبتطيعك في اي حاجة زي الغبية، لكن انا لا يا حبيبي، انا بنت ناس وبنت عيلة، ولو ما لمتش نفسك انا هخلي عمك هو اللي يلمك. وقف حمدي مكانه متجمد، قلبه بيدق جامد وحاسس بغيظ وندم، وبيفكر في كلام أسماء وهي بتقوله ربنا كبير يا حمدي وهو اللي هياخد لي حقي. حمدي ساعتها حس ان الكلام بيضرب في ودنه زي الرعد، وهو مش مصدق ان الكلام والدعوة اللي قالتهم أسماء بيتحققوا دلوقتي. دخل اوضته وسابها، لكن ما سكتتش وفضلت تزعق وتهلل في الصالون. فاكرني عبيطة زي المسكينة اللي كان متجوزها وكان بيطلع عينيها؟ دي كانت عايشة بتلم وراك أي حاجة تعملها، كانت عاملة زي الهبلة، يتيمة مفيش وراها حد. لكن أنا لا يا حبيبي، اصحى وفوق واعرف انت بتكلم مين. سمعتها فايزة سلفتها وقالت مالك يا نورة، شكلك متعصبة، العريس ضايقك ولا ايه؟ ده عايز واحدة تشتغل زي الخدامة في البيت، يجي من الشغل يقولي سخني واغسلي وحضري، هو أنا اتجوزته علشان أخدمه؟ أصل اللي يتعود على واحدة زي أسماء لازم يفتكر إن كل الستات كده. المسكينة كانت عاملة زي الجارية في البيت ده. في اللحظة دي دخلت نعمة أخت حمدي وقالت أسماء كانت طيبة بس غبية وسابتهولك، وهو دلوقتي هيشوف الفرق بينك وبينها، مش بعيد يرميكي زي ما رماها يا حلوة، فما تاخديش في نفسك مقلب، احنا ساكتين لك بس علشان انت بنت عمي. انت شكلك ناسية يا نعمة يا اختي انك واحدة عانس، ايش عرفك اللي بيحصل ما بين الراجل ومراته؟ ده انت فاتك قطر الجواز من زمان، فبلاش تتدخلي في حياتي وتتكلمي في حاجة تخصني، لانك اصلا ما عشتيش الحاجات دي علشان تقدري تحكمي عليها. يعني انت خربتي حياتك وقعدتي وبقيتي عانس، مش مجبرين نسيبلك حياتنا علشان تخربيها هي كمان. الكلمة دي وقعت زي النار في قلب نعمة، وشها احمر وصرخت فيها انا عانس؟ انا اللي خليت اخويا يتجوزك اصلا، لو كنت اعرف ان لسانك طويل كده ما كنتش خليته يتجوزك. يلا يا واطية، على اساس يا اختي انت صغيرة؟ هو في ايه يا بت انتي؟ هي القوالب نامت والانصاص قامت ولا ايه؟ البيت اتقلب خناقة، صوتهم وصل للجيران، وحمدي قاعد في الأوضة حاطط راسه بين ايديه، قلبه موجوع ومش عارف يعمل ايه. انا عملت ايه في نفسي؟ كنت بدور على اللي تدلعني وتخليني اعيش حياتي، ورميت البنت اللي كانت شايلاني، جبت واحدة بتدوس برجلها على رقبتي وبتقل أدبها عليا، ومانيش عارف أرد عليها ولا أتكلم معاها. تاني يوم الصبح فايزة كانت في المطبخ وريحة الأكل مالية المكان، صوت المفتاح في البيت خلاها تسيب كل حاجة وجريت على الصالة. فايزة أول ما شافت محسن جوزها قدامها كانت فرحانة جدا وبتقول حمد لله على السلامة يا محسن، حمد لله على السلامة. جريت عليه وحاولت تحضنه، بعدها عنه وهو بيقول ابعدي عني يا فايزة، ما تمديش ايدك عليا. ايه ده؟ مالك في ايه يا راجل؟ هو انا ما وحشتكش ولا ايه؟ ولا وحشتيني ولا طايقك اصلا، انا جيت اشوف مراتي خربت البيوت، اخويا طلق مراته وكنت انت السبب، لعبت في عقل حمدي لحد ما طلق البت الغلبانه اللي اسمها اسماء. ليه؟ مين قال كده؟ ده كله كذب وافتراء. كذب؟ الناس كلها كذابه وانت الصادقه يا اختي. كنت بتقعدي مع اسماء وحمدي وتولعي الدنيا على البت المسكينه اليتيمه، منك لله، وانا في الغربه شقيان وتعبان، وانت هنا قاعده بتجيبي في سيره دي وبتخربي في بيت الناس بدل ما تاخدي بالك من عيالك. محسن والله ما كنت اقصد، انا كنت فاكره الموضوع هيعدي كده زي كل مره، بس اخوك المره دي رمى عليها اليمين وما صدق وطلقها، وكمان كان متفق مع عمك بقاله كتير انه هيطلقها وهيتجوز بنته، يعني انا ماليش دعوه. وانت فاكره ان انا ممكن اصدقك؟ لا طبعا، انا عملت كل ده علشانك يا محسن، علشان اسمك ما يتوسخش، وكنت شايلاك في غيابك وبعمل كل حاجه علشانك. انت هتقفلي على غلطه صغيره؟ لا انت كنت بتعملي كل ده علشان نفسك مش علشاني انا. طب اسمعني، والله هقدر اصلح كل حاجه. مفيش حاجه هتتصلح، انا خدت قراري وهبدأ حياتي الجديده بعيد عنك، ناوي اتجوز. ايوه ما تستغربيش، في بنت ناس محترمه هتجوزها وهتبقى مراتي، وهي اللي ليها الحق انها تشيل اسمي، مش واحده زيك انانيه وخرابه بيوت. وانت ارجعي بيت ابوكي، خلاص ما بقتش عايزك. عايز تتجوز عليا بعد السنين دي كلها؟
بعد ما عشت لوحدي طول عمري وانت كنت في الغربة لوحدك واستحملت غيابك بعد ده كله، جاي تقولي انك عايز تتجوز عليا؟ انت اللي خربتي بيتك بايدك، اطلعي من هنا، مش عايز اشوف وشك تاني. فايزة بصت حواليها وهي شايفة عيالها قدامها واقفين وعينيهم مليانة دموع. كانت مقهورة عليهم وعلى منظرهم، مش مصدقة ان محسن ممكن يتجوز عليها. ده كان بيحبها جدا وبيتمنى لها الرضا ترضاه، ازاي هيسيبها بالسهولة دي؟ ربنا كبير يا محسن، كبير وهيوريك زي ما وراني. بتخرج وهي بتعيط، الباب بيتقفل وراها بقوة والشارع كله وقف بيتفرج عليها. نفس المنظر اللي حصل قبل كده يوم ما رموا المسكينة اللي اسمها أسماء برا. تاني يوم في بيت صابر وقت أذان المغرب، أسماء كانت قاعدة وعلى ايديها بنتها الصغيرة وجنبها أم حسان. صوت خبط خفيف على الباب. مين؟ أنا فايزة. أسماء رفعت راسها بدهشة وسكتت لحظة وقامت راحت ناحية الباب وفتحته بالراحة. شافت فايزة واقفة قدامها، عينيها مورمة من العياط ووشها مليان كسرة وتعب. انتي جاية ليه؟ جاية أقولك سامحيني يا أسماء، أنا كنت ظلماكي، كنت بحرضهم عليكي، كنت فاكرة نفسي بفهم بس طلعت خايبة، خسرت كل حاجة بسبب اللي عملته معاكي. جاية بعد ايه يا فايزة؟ بعد ما ضيعتيني؟ بعد ما وقفت اعيط في الشارع وانا مش عارفة اروح لمين؟ انا استاهل ده كله؟ جوزي طلقني وهيتجوز عليا دلوقتي واحدة تانية، قال لي اني خربت بيوت، وانا فعلا خربت بيوت. كل يوم كنت بصحى افتكر كلامك وبدعي ربنا يهون عليا زي ما هون عليكي. أسماء بصت لها لحظة وبعدها أخدت نفسها بعمق وقالت: قومي يا فايزة، قومي من على الأرض، ربك كبير واللي بيندم وبيرجع له عمره ما هيرده خايب. اتعلمت، والله اتعلمت، ويا ريت الزمن يرجع كنت وقفت في صفك مش ضدك. أسماء خدي بإيدي، أنا ماليش مكان أروحه. أسماء مسكت إيديها ووقفتها. صوت صابر من جوه البيت وهو بيسأل أسماء: مين يا أسماء يا بنتي؟ دي فايزة يا عم صابر، جاية ترد الحق لصحابه، هي قريبتي. عم صابر خرج بنظرة هادية ورا أم حسان بيشوفوا المشهد. أم حسان مسحت دموعها بطرف الطرحة. دي فايزة اللي كانت سلفتك صح؟ كويس يا بنتي إنك عرفت إنك ظلمتيها وجيتي هنا علشان تطيبي بخاطر المسكينة اللي ظلمتوها. يلا ربنا يسامحك، تعالي ادخلي يا فايزة، اللي حصل خلاص راح لحاله وربك بيسامح وأنا مسامحاكي. تعالي يلا، بس اوعي تنسي الظلم بيدمر بس الندم بينجي، وانا فرحانه انك ندمتي ورجعتي لاصلك الطيب. فايزه انهارت في حضنها وفضلت تعيط، والبنت الصغيره مسكت طرف فستان اسماء وبتبص في وش فايزه باستغراب. اما في بيت حمدي، نفس البيت اللي كانت اسماء بتتمرمط فيه زمان وبتخدم فيه وكانت بتعمل فيه كل حاجه، ما كانتش بتسيب حاجه في البيت الا ما كانت بتعملها، كانت شايله هم جوزها على كتفها. دلوقتي حمدي هو اللي شايل كل حاجه على كتفه، ومراته نورة ما وراهاش أي حاجة غير إنها تتفرج على التلفزيون والأكل والشرب وبس. حمدي داخل من الباب هدومه غرقانة من المطر، تعبان وشكله مهموم جدا. نورت يا بيه، هو لازم ترجع البيت كل يوم وشك مقفول كده؟ أنا زهقت من خلقتك دي والنكد اللي انت معيشني فيه. مش وقته خالص يا نورة اللي بتعمليه ده، أنا جاي من الشغل وعايزة ارتاح. لا وقته يا روحي، ده بيت ولا مقبرة؟ ولا بتخرجني ولا بتجيب لي هدايا ولا محسسني ان انا عايشة اصلا. لا، هو انا اتجوزت علشان اتدفن وانا حية؟ انا اللي دفنت نفسي بايديا لما اخترتك. كنت فاكر انك هتكون الراحة بعد التعب، طلعتي التعب كله. نورة قامت وقفت وضربت بايديها على الترابيزة وقالت بصوت عالي: قول كده بقى، شكلك لسه ميال لست الحسن والجمال اللي كنت متجوزها، اهو بيبان على وشك كل يوم انك ندمان انك سبتها. ندمان على كل لحظة ظلمت فيها واحدة كانت بتخاف عليا أكتر من نفسها، ندمان إني سمعت كلام ناس ما كانوش عايزين لي الخير. في اللحظة دي الباب بيخبط وحمدي بيفتح وهو مش متوقع يشوف مين. الصدمة اللي شافها قدامه ما كانش قادر يستوعبها. شاف مرات أخوه فايزة ومعاها أسماء. أسماء انتي؟ ما تقلقش يا حمدي، أنا مش جاية علشان أرجع البيت، أنا جاية علشان أرجع الحق لأصحابه وأرجع مرات أخوك بيتها وسط عيالها. هو فين محسن؟ عايزة أتكلم معاه. نورة وقفت عينيها مولعة من الغيرة. هي إيه البلاوي اللي جاية تتحدف علينا دي؟ انتي إيه اللي جابك هنا يا بت انتي؟ ما اسميش بت، أنا جاية علشان أرجع كل واحد مكانه، وبالنسبة للمكان اللي انتي أخدتيه أنا مبقتش عايزاه،
اشبعي بيه. حمدي بينزل عينه وصوته مكسور وهو بيتكلم لأول مرة بصدق. سامحيني يا أسماء، كنت أعمى وما كنتش شايف. ربنا وراني وخسرني كل حاجة يوم ما خسرتك وطلعتك من بيتي. فين بنتي؟ انتي ولدتي صح؟ هي فين؟ نفسي أشوفها. بنتك موجودة، وفي أي وقت عايز تشوفها تعالى شوفها، وأنا مسامحاك. لكن إن أنا سامحتك مش معناها إني حابة أرجع. أنا خلاص بدأت حياتي من أول وجديد، وربنا عوضني بقلوب صافية مش عايزة مني حاجة خالص. لا والله. يلا يا بت اطلعي بره من هنا. انتي ايه اللي دخلك هنا؟ البيت ده بيتي أنا، وأنا اللي أقول مين اللي يقعد ومين اللي يمشي. حمدي بصلها بدهشة. يعني ايه بيتك يا نورة؟ ايه الكلام اللي انتي بتقوليه ده؟ زي ما سمعتي يا حبيبي، الشقة دي باسمي، وانا اقدر اطلعك في الشارع لو زعلتني. مش عايزة بقى رغي وكلام كتير. انت اللي كتبت الشقة باسمي يوم ما اتجوزنا علشان ارضى بيك يا روحي. انت نسيت ولا فكرك؟ حمدي حط ايده على راسه مصدوم. كان مصدوم من اللي بيحصل. انا اللي غلطت ولازم اتحمل نتيجة غلطي. اسماء بصت له بنظرة فيها وجع ورحمة في نفس الوقت. ربنا عادل يا حمدي، دايما العوض بيجي للطيب والعقاب بيجي للظالم. خلي بالك من اللي باقيلك، لأن الخسارة مش دايما والمكسب بيبقى قليل جدا، لكن ربنا بيعوض بيه الناس اللي قلبها نضيف. ارجع لربنا وهو هيكرمك. طلعت أسماء لمحسن كلمته إنه يرجع فايزة مراته على ذمته تاني، وبعد إلحاح شديد محسن وافق إنه يرجعها على ذمته. وبعد كده خرجت أسماء من البيت بهدوء وقفلت الباب وراها، وصوت المطر كان نازل عليها. كانت مبسوطة جدا وهي ماشية في الشارع. الصبح الشمس داخلة من الشباك وصوت زغاريت مالية البيت بعد ما نعمة جالها عريس. كان كبير ومتجوز، لكنها وافقت بيه لأنها كانت بتتعاير إنها عانس، فاستغلت الفرصة وقالت تتجوزه بدل ما تقعد في البيت مع نسوان إخواتها. نعمة كانت قاعدة قدام المراية بتحط الميك اب وبتضحك لنفسها، وشها فيه ملامح انتصار مصطنع. أهو ربنا عوضني أخيرا، العريس جالي متجوز، بس قال هيعيشني ملكة أحسن من قعدتي هنا. يلا الحمد لله. بتضحك وهي بتفرد فستانها وتخرج من أوضتها، وأمها الست الكبيرة قاعدة على كرسي متحرك باين عليها الحزن وهي باصة لبنتها. هتتجوزي راجل متجوز يا نعمة وعنده ولاد؟ ليه تبقي مراته التانية؟ يعني انت صبرتي كل ده في الآخر تتجوزي ده؟ الحياة هتبقى صعبة عليكي قوي يا بنتي. هو عايزني برغبته وأنا مش أقل من أي واحدة. مراته الأولى دي خلاص راحت عليها، أنا لسه صغيرة وهدلعه وهخليه ما يسألش فيها أصلا. بلاش تعكنني عليا يا ماما. ربنا يتمم لك على خير يا بنتي. يلا روحي عريسك مستنيكي. نعمة راحت مع عريسها، وبعد ما عدى أسبوع بالظبط في بيت جوزها كانت قاعدة في الصالون لابسة كويس، لكن وشها باين عليه التعب. ضرتها ست كبيرة وقوية دخلت عليها وبتقول: ايه يا نعمة، صباح الخير يا حبيبتي. يلا قومي كده يا ماما، عايزاكي تعملي لي كل حاجة وتنضفي لي البيت، عايزاه بيبرق. ما ترفعيش صوتك عليا، انا دلوقتي مرات صلاح زيك. زيي؟ ازاي؟ لا يا حبيبتي، انا الاصل وانتي الفرع اللي هيقع اول ما الهوا يخبطه. قربت منها وقالت بصوت واطي فيه تهديد: صلاح ما بيحبش وجع الدماغ والمرة الزنانة، فلمي نفسك علشان ايامك تعدي على خير، وانتي مبقالكيش غير كام يوم وتطلعي من هنا يا خايبة. اسمعي بس الكلام، وانتي مش قدي فبلاش تلعبي معايا. نعمة سكتت وخافت لأول مرة في حياتها. بعد كده بتعدي الأيام وجوزها فعلا بيبدأ يتغير معاها، بطل يسمعها وبقى على طول مع ضرتها الكبيرة. في بيت صابر الجو هادي وأسماء قاعدة على الكنبة وبنتها في حضنها، عينيها فيها راحة غريبة بعد تعب سنين طويلة، وصابر قاعد معاها بيطمنها: ها يا أسماء يا بنتي، قلبك ارتاح شوية بعد ما اشتغلتي في المشغل؟ الحمد لله يا عم صابر، ربنا كبير عمره ما بيسيب المظلوم. شفت ازاي؟ اللي ظلمني ربنا وقعه في شر أعماله، وأنا الحمد لله شغلي في المشغل بيدخلي فلوس كويسة قوي، والدنيا بقت حلوة والأشياء بقت معدن، وكله بفضلك انت يا راجل يا طيب. كله بفضل ربنا، وربنا عمره ما بيضيع حق حد، وهو عوضه موجود. وعلى فكرة بقى العوض جالك النهاردة. مش فهماك يا عم صابر، قصدك ايه؟ بصي يا أسماء يا بنتي، أنا مش هلف ولا هدور عليكي، وهجيبلك من الآخر. في واحد جه وكلمني عنك وعارف كل ظروفك وراضي بيكي، ونفسه بس انك توافقي تكوني شريكة حياته. ايه رأيك يا حبيبتي؟ يا عم صابر مش هينفع، علشان خاطر بنتي انا هلاقي فين راجل يكون عارف ربنا ويتقي ربنا فيها؟ بلاش يا عم صابر،
أنا كده مبسوطة. لا يا بنتي، هو عارف عنك كل حاجة، راجل كويس جدا، وأنا سألت عليه، أخلاق وأدب ومتعلم وابن ناس. أسماء سكتت فبصلها عم صابر وقال: يبقى السكوت علامة الرضا، هبلغه يجي بكرة علشان يقعد معاكي، ولو اتفقنا الجمعة نكتب الكتاب. نزلت دمعة من عينيها وهي بتبتسم والبنت الصغيرة بتضحك. صابر مسك فونه بيبلغ العريس إن هما جاهزين علشان المقابلة وإنه يجي في أي وقت. أسماء كانت قاعدة في الصالة، كانت هادية والوقار باين عليها، رغم صغر سنها كان باين عليها إنها شايلة هم الدنيا كله في قلبها. بنتها بتلعب جنبها وصابر قاعد، وشاب في أواخر العشرينات قاعد جنبه ملامحه مليانة احترام. اتفضل يا ابني، البيت منور بيك. البيت منور بناسه يا عم صابر. أولا أنا اسمي محمد سامي، يمكن شفتك كذا مرة في المشغل اللي قريب من ورشتنا يا مدام أسماء، وكنت دايما بحترم فيكي هدوءك وإنك حد مكافح. سألت عنك وعرفت كل اللي مريتي بيه، ومع الوقت شفت فيكي إنك ست كويسة جدا ومحترمة، وإنتي أكتر واحدة تستحق تكوني شريكة حياتي. بس يا أستاذ محمد أنا عندي بنت، يعني يمكن ده يخليك تفكر مرتين قبل ما تاخد خطوة زي دي. بنتك هتبقى بنتي أنا كمان، وهي لسه صغيرة، هعتبرها بنتي اللي مخلفتهاش، وهتبقى أخت لولادي. أنا ولا عايز أعرف حاجة عن ماضيكي ولا عايز أسأل عنك، أنا عايزك انتي وبنتك بشنطة هدومكو، ومش عايز منك أي حاجة. تمام يا أستاذ محمد، وأنا موافقة. ابتسمت أسماء لأول مرة بصدق، وبصت لبنتها اللي بتضحك، وقالت جملتها الأخيرة كأنها بتحكي لنفسها عن كل المعاناة اللي حصلت لها. اتعلمت إن ربنا لما بياخد منك حاجة ما بيظلمكش، بيكون بيجهزك لعوض كبير، عوض يخليك تنسى كل وجع فات وتقول الحمد لله على كل تأخيرة، وفي وقتها هتعرف إن كل اللي حصلك كان خير وبس. وبكده خلصت حكايتنا النهاردة. هستنى رأيكم في الكومنتات، واستنوني في حكاية جديدة. سلام.